هل تبحث عن معلومة سريعة ومفيدة؟ تابعوا قناة فاصل قصير، معلومة جديدة كل مرة. فما أفرحنا بيوم الميلاد، وحق لنا أن نفرح به، لأنه اليوم الذي ينسب إليه خير الإسلام كله، اللهم صل على حضرة النبي، بعثا لرسوله الرحمة الخاتم، وإيذانا بالدعوة في أذن جبابرة العرب، وهجرة إلى الأنصار. كل ذلك حسنة من حسنات يوم الميلاد، وليست هذه هي كل الحسنات، وإنما حسناته في كل فعل خير يفعله الإنسان المؤمن. والإنسان المؤمن هو الذي يفرح هذا الفرح، ولكن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى من فرح المؤمنين به، لأن فرح المؤمنين به انقسم الإنسان عنده، فمن كفر بالله كره هذا اليوم وكره كل آثاره، واقتصر حب اليوم على من آمن بالله وآمن برسوله في صدق